السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو النهاردة جولة في شقة المصيف في مطروح، وهقول لكم عن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنأجر شقة المصيف، علشان بس الرحلة كده تبقى سعيدة. الواحد طالع يومين يقضيهم كده في روقان، ميبقاش فيه مشاكل ولا فيه نرفزة والكلام ده كله. في حاجات مهمة لازم نكون واخدين بالنا منها كويس جدا، عشان كده الكام يوم يقضوا كده بسلام من غير مشاكل لا قدر الله. أول حاجة كده احنا الريسبشن ده كده، في هنا كده ده شباك بيطل على شارع جانبي، زي ما احنا شايفين كده الشباك على شارع جانبي، فيه نور كويس جدا، يعني شارع واسع مش ممر ضيق يعني. وكمان نقدر منه نشوف البحر، وده كده الشارع، وده هنا كده اهو البحر. خلاص، الريسبشن هنا كده زي ما احنا هنشوفه دلوقتي، بسم الله ما شاء الله واسع. طبعا لو معاكم اطفال يقدروا يلعبوا براحتهم في الريسبشن، طبعا خلي بالنا من حاجة الناس، بس يعني في مكان واسع، ولو عدد كبير هتقدروا ان انتوا تاخدوا راحتكم في الريسبشن. كده زي ما احنا شايفين في كده انتريه، ده الكنبة بتاعته واسعة، وفي هناك كده ترابيزة سفرة واربع كراسي، هناك كده 3 وفي 3 كراسي، وفي هناك تحت الشباك كرسي. فزي ما بقول لكم المكان بسم الله ما شاء الله واسع كده، واهم حاجة في الشقة تكون مريحة كده نفسيا، يعني ما تخشهاش تحسي كده باكتئاب، يعني يكون كده هواها حلو. زي ما احنا شايفين كده دي تلاجة، وهنا كده باب الشقة اللي احنا دخلنا منه. الحاجات اللي لازم اخد بالي منها، اول حاجة الأجهزة الكهربائية، يعني التلاجة لازم تتأكدي ان هي شغالة تمام، ما فيهاش اي مشكلة. الفريزر بتاعها يكون كويس، لان معانا اكلات عايزين نحطها في الفريزر. في باقي الانتريه هنا كده 2 كرسي والترابيزة والشاشة، برضو ناخد بالنا ان الشاشة شغالة. الريسيفر حتى لو احنا مش هنشغلها، ده خلاص انتي بدال ما خدتي الشقة بقت الحاجة دي في عهدتك، فلازم اتأكد ان هي شغالة. خلاص، بعد كده في الريسبشن لوحده، بعد كده في ممر كده، في اول اوضه، الاوض بقى الحمام المطبخ كله في الطرقه دي، لكن الريسبشن لوحده. دي اول اوضه فيها سرير واحد كبير، وفيها برضو نفس الشباك ده على نفس الشارع، الشباك ده بيطل على نفس الشارع، وبرضو شايف البحر. في سرير، في دولاب، في كومودينو، في سراحة صغيرة، في تكييف في الأوض. لازم ناخد بالنا من الريموت بتاع التكييف بتاع الريسيفر بتاع الشاشة، كل ده تلميه كده وتحطيه في الدولاب من فوق علشان الأولاد، خلي بالكم. احنا عندنا بقى في البيت كل شهر فيه ريموت، طبعا دي حاجات ناس فاحنا مش جايين نكسرها، فالريموتات دي كلها كده تلميها وتشيليها على جنب بعيد عن ايدين الأطفال. يبقى دي أول، وتتأكدي إن التكييف شغال حتى لو انتي مش هتشغليه. الصالة فيها مروحة سقف، وكل أوضة فيها تكييف، يبقى لازم نتأكد من الأجهزة الكهربائية. بالنسبة للخشب لازم أتأكد إن الخشب ده نظيف. يعني إيه نظيف؟ يعني مفيهوش أي حاجة، أي حشرة لا قدر الله، يعني كده أنا آسفة، مفيهوش صرصار، مفيهوش سوس أو الكلام ده كله. يعني هفتش فيه، طبعا فتشي فيه، افتحي في الدولاب، افتحي الأدرج، فتشي كويس جدا. دي مش غلاسة ولا حاجة، بس هي آه، يعني الواحد عايز يتأكد إن الحاجة نظيفة، احنا دافعين فلوس، فلازم انا الدولاب ده هحط فيه هدومي وحاجتي، فلازم يكون نظيف. تاني حاجة المراتب والمخدات، ما تفرحيش بشكل الملاية، شيلي الملاية، بصي على المراتب، بصي على المخدات، ده من حقك، انت دافعة فلوس. لازم يكون المراتب والمخدات كمان نظيفة، مش نظيفة عادي، الشقق كتير، شقق كتير وهتلاقي جميع الأسعار. أول حاجة، تاني حاجة على طول كده في وش الأوضة في المطبخ، زي ما احنا شايفينه مطبخ صغير كده بيأدي غرض. في هنا كده غاز، ولازم تتأكدي ان البوتاجاز شغال، الفرن شغال، الغسالة شغالة. هم حاطين لك بقى ايه 3 حلل، صينية، مصفى، المطبقية بقى فيها كوبايات وبراد وكل الكلام ده. لازم تتأكدي برضو من كل حاجة قبل ما تاخديها، واحنا بقى واخدين معانا حاجات بتاعتنا. يعني واحدة من الناس بقى واخدة معايا سكينة علشان لو راحت مني على البحر ولا حاجة، دي بتاعتي. واخدة معايا صينية وطاسة، الكنكة بتاعتي، معالق،
أنا بابقى في حاجات معيّنة كده بابقى واخداها، لكن مش هاخد حِلَل، لكن هو صينية وطاسة خلاص. وباغسل الحِلَل كويس لو أنا استخدمتها أسلُق مكرونة، يعني لو احتجت الحاجات دي، بس أكتر الأكلات أنا واخداها معايا، آآ باحطها في الصينية وتاخد غلوة على البوتاجاز وأروح حاطاها في الفرن، ومعايا الطاسة بتاعتي أحمّر بقى فيها بطاطس براحتي. جنب المطبخ على طول الحمام. في هنا كده لو في سخّان تتأكدي إن هو شغّال، هو الحاجة الميزة اللي كانت في الشقة دي إن السخّان مركزي، يعني إحنا نجيب كده الحنفية على الناحية الشمال تنزل لي مَيّة سخنة. الحاجة أتأكد منها في الحمام أولًا وأخيرًا المَيّة، لازم تكون المَيّة قوية لإن ما فيش استغنى عنها، خلاص؟ تتأكدي إن الصابون شغّال، إن الشطافة شغّالة، الحنفيات كلّها تمام شغّالة، لازم تاخدي بالِك علشان ما يكونش في مشكلة ويحصل، يعني هيبقى بقى في مشاكل، يعني ابنِك معاكِ عايز يخش يستحمى، لأ ما فيش مَيّة، تنادي بقى على بواب العمارة والّا المسؤول ويبقى في مشادة، ففي حاجات كده لازم ناخد بالنا منها. منعًا للمشاكل، زي ما قُلنا الخشب يكون نضيف، المراتب تكون نضيفة، المخدات كذلك، مش الكيسة، المخدة ذات نفسها، شيلي كده كيس المخدة وشوفي المخدة من جوّه نضيفة والّا لأ، المراتب شيلي الملاية، شوفي برضه نفس النظام، الدواليب فتشي فيها، الأجهزة الكهربائية، الغسالة، طبعًا أنا مش جاية عشان أغسل، بس الغسالة نافعاني جدًا في تنشيف المايوهات، يعني زي دلوقتي ما هتشوفوا كده في البلكونة ما فيش منشر خارجي، فالمنشر من جوّه، وأنا جاية علشان خاطر أقعد في البلكونة دي، فطبعًا هتبقى القعدة بايخة جدًا، لا إحنا بنحط بقى الهدوم والمَيّة في الأرض والحوسة دي كلّها، لأ، بتنشّفي المايوهات وبتحطيها يا دوبك كده تشمي الهوا نشفت وتمام وما فيش أي مشكلة. كمان البوتاجاز زي ما قُلت لِك لازم تاخدي بالِك منّه، في هنا غاز، لو الشقة اللي أنتِ واخداها فيها أنبوبة اتأكدي الأنبوبة مليانة. ففي مشاكل الصغيرة بقى إن أنتِ تاخدي بقى شقة فيها الأنبوبة ما تلاقيش أنبوبة تدوّري على بتاع أنابيب هناك وأنتِ ولا تعرفي بتاع أنابيب ولا بتاع، المَيّة ما بتطلعش، المراتب مش نضيفة، الدواليب فيها ما أعرفش إيه، مشاكل الحاجات الصغيرة دي بقى تبان إن هي صغيرة، لكن هي مش صغيرة ولا حاجة، دي مشاكل كبيرة أو تنقلي بقى من الشقة دي وتدوّري على شقة تانية، فلازم تفحّصي وتمحّصي كده في الشقة اللي أنتِ هتاخديها، أنتِ دافعة فلوس هتقعدي كام يوم، أقعد بقى في روقان، ما آخدش شقة فيها تصليحات، فيها ما أعرفش السباكة مالها، أصل الصرف ما أعرفش فيه إيه، لأ، خلاص، ولازم الحاجة تكون نضيفة. دي الأوضة التانية، الأوضة التانية هنا فيها سريرين وفيها الشباك بيطُل على نفس الشارع، فيها برضه دولاب والكومودينو والسراحة الصغيرة، وزي ما إحنا شُفنا فيها البلكونة دي كده أول نمرة على البحر، خلاص، هنا كده أهو الشباك، هنا بيطُل على نفس الشارع أهو، وال3 شبابيك على نفس الصف برضه بيطُلّوا على البحر، هنا بقى تحت ده بقى الأكل ورايا، ده بقى مطعم، ما أقولكوش بقى. مشاوي وكريب وبيتزا يالّا بقى، قاعدة أنا بقى في البلكونة باتفرّج بقى عليه وقاعد عمّال يعمل الكريب بمزاج، البيتزا، الأكل ورايا، ما فيش مفر منّه نهائي. أسيب الأكل في إسكندرية آجي ألاقيه في مطروح، وعاملة معايا أكلات إن أنا يعني إيه يا دوبك بسرعة، لا إزاي! هنا بقى زي ما إحنا شايفين بقى البلكونة فيها 2 كرسي كده وترابيزة، طب إحنا بنسحب الكراسي بتاعة السفرة بندخّلها، معاكِ كرسيين بلاستيك بيتفتحوا ويتقفلوا، تمام، ما فيش أي مشكلة، أهي بُصّي المنشر داخلي إزاي، لو أنا حطيت الهدوم هنا مبلولة المَيّة بقى هتنزل في الأرض، وحالة بقى وهتبقى القعدة مش لطيفة والكلام ده كلّه، بس هنا كده الروقان كلّه بقى. هنا بقى كده كوباية القهوة أو كوباية الشاي وقدامك البحر، الروقان كله، مفيش أي مشكلة. آه، إحنا في فندق إيه؟ إحنا في فندق دومة، واللي هناك ده كده على طول ده فندق الفيروز. أدي المطعم تحت وادي كده أتوبيسات الرحلات لسه واصلة. هنا زي ما قلت لكم ده شاطئ الفيروز، واللي هناك ده فندق الفيروز، وإحنا في فندق دومة. إحنا واخدين الشقة من الفندق أو تقدروا تقولوا اللي هو جناح زي ما تحبي، جناح شقة، أنا يعني شايفاها شقة، باب كده والمطبخ والريسبشن وغرفتين، كل غرفة فيها تكييف، الصالة فيها مروحة سقف، وزي ما انتوا شايفين التلاجة البوتاجاز الغسالة الكلام ده كله. سعر الشقة في الفندق نفس أسعار الشقق اللي في العماير العادية على نفس الصف، ما فيهاش أي مشكلة.
تقدري ان انت تاخدي طبعا غرفة لو انت عايزة. في غرف بالوجبات. انا واخدة شقة من غير الوجبات. بصراحة هنا الأكل نفس الأسعار اللي عندنا في اسكندرية، أنا جايبة معايا الأكل بتاعي بس. بالنسبة مثلا للمكرونة الرز الجبنات نفس الأسعار، وكمان الأكلات نفس الأسعار. آه، أسعار الشقق هنا بتتراوح طبعا ما بين كل شهر والتاني، يعني شهر 7 غير 8 غير 9. آه، بس الأسعار واحدة. الفندق نضيف جدا، متعقم، وكمان الخدمة فيه ممتازة، والأسعار نفس أسعار الشقق. ويا رب أكون فدتكم بكل حاجة، والسلام عليكم.